السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت فيديو جديد ولا بأوديو جديد ولا بودكاست جديد. آه المهم اليوم غادي نهضروا على غاية ولا البيربس. فبكل بساطة، شنو باغي انت من هاد الحياة؟ ولا شنو هي الغاية ديالك من هاد الحياة؟ المشكل اللي طرالنا حنا في هاد الجينيراسيون هي اننا ما عطيناش الوقت لريوسنا انا نفكروا شنو باغيين حنا من هاد الحياة. حيتاش كما كنشوفوا ان الانترنت ولا السوشيال ميديا استعمرت جميع البيوت، وفغيمون قاست جميع الناس في جميع السنن ديالهم، من الدراري الصغار الناس الكبار. فهذا هو المشكل. الناس الكبار المهم ما عندنا ما ندير بهم، ما عندنا ما نديرو بهم، زعما صافي راه عاشوا الحياة ديالهم. ولكن نهضروا على الدراري الصغار اللي يلاه كيستكشفوا هاد الحياة، ولا يلاه كيحاولوا يتأملوا في هاد الحياة. فالو بروبليم اللي طرا لينا هو اننا اون فوا شفنا هاد الحياة، حتى هداك اننا باش نتكونيكطاو ولا باش اننا نرتبطوا بالطبيعة ما كانش عندنا الوقت. فريمون اول حاجة درناها هو اننا دخلنا هاد لي سوشيال ميديا، وتما فين خدينا ولا تما فين تعلمنا المعنى ديال الحياة ولا شنو باغيين من هاد الحياة. فريمون حنا اكثرية ديال الناس كاملين مشاركين في واحد الغاية وحدة، اللي هو اننا الهدف ديالنا هو الدنيا. المهم انا نقدر نقول الهدف ديالنا هو الفلوس، الهدف ديالنا هو النجاح، هو اننا نتزوجوا، هو ان بزاف ديال الحوايج. ملي كتبقى امور ماديه وامور دنيويه، ما كاين حتى شي مشكل في هادشي، زعما كلشي مزيان. ولكن السؤال اللي بغيت نسول راسي هو اننا واش خدينا داك الوقت فين اننا نتاملوا واننا نتفكروا ونعرفوا شنو هي الغايه ديالنا في الحياه ديال بصح؟ واش كل واحد سول راسو هاد السؤال هذا واحد الوقت، وفغيمون عطى الوقت لراسو باش انه يقلب على الجواب وباش انه يبحث اكثر؟ ولا ربما تزرع فينا الجواب بدون سؤال ولا بدون اننا نطرح السؤال غير عن طريق السوشيال ميديا. ف خصوصا حنا ولينا نقتدي بزاف من الغرب، ولينا كنشوفوا الغرب كأنهم هما الناس الواعرين، هما الناس الزوينين، وتا حنا خصنا نوليو بحالهم. فالغرب عادة ملي كنشوف مثلا حتى الكونتنت ديال الامريكان، عادة ماشي تكون purpose ديالهم هو الفلوس. you wanna be success and you need to فهمتيني to earn money، تكون هذا هو الهدف. الوغ حنا بواحد الطريقة غير مباشرة ولا بواحد التدرج ولا هذا هو البيربس ديالنا، حيتاش كنشوفوا داكشي زوين. كنشوفوا كوم كوا ان الفلوس كيخليوك انك تسافر، كيخليوك انك دير بزاف ديال الحوايج زوينين. أم ولينا متعلقين بهذا البيربس. مي واش بصح هذه هي الغاية من هذه الحياة كاملة؟ أم انا صراحة ما كنمنعش ولا ما كنلغيش ان ماشي مزيان انك دير فلوس ولا ماشي مزيان انك تسافر. ولكن واش هذه هي الأولوية ديالنا في الحياة؟ هذا هو السؤال. شنو هي الأولوية ديالك في الحياة، ولا شنو باغي انت من الحياة من الآخر؟ فهمتيني؟ ف تعلق الفاني بالفاني يفنيه، وتعلق الفاني بالباقي يبقيه. هذه مقولة ديال شمس الدين التبريزي اللي دائما كنقولها واللي دائما كنتفكرها منين كنعرف بلا ان اي حاجة كنحلم بها في هاد الدنيا هادي هي فانية. مثلا بغيت نشد الباك انا شديتو، مثلا بغيت تولي عندي الدكتوراه وهنا شديت الدكتوراه، ومن بعد بغيت ندير الفلوس هاهم غادي يجيو الفلوس وهما غادي يمشيو. فاي حاجه غادي تجي غادي تمشي بطبيعه الحال وفانيه بطبيعه الحال، حيت حنا الانفس ديالنا غادي تفنى واحد الوقت. آه فهضرت بزاف وباقي ما جاوبتش على السؤال ديال شنو هو البيربس من هذه الحياة. صراحة بغيت نخليكم حتى نتوما تفكروا معايا وانكم ديروا بوز لهذا الاوديو ولا هذا البودكاست ولا هذا الفيديو عاوتاني. فهمتيني؟ المهم شويه ديال الانترتينمنت. ما عرفتش واش هذه انترتينمنت ولا تخربيقه، ولكن ما علينا. المهم صراحه بغيت نخليكم زعما ديروا بوز وتقولوا لي حتى نتوما ولا تفكروا شنو هي في نظركم شنو هو البيربس في هذه الحياه، شنو انت باغي من هذه الحياه من الاخر زعما. اه زعما
وشوف حاول إلا سولتي هاد السؤال هذا وجاوبتي مثلا قلتي أنا الهدف ديالي هو أنني ناخد الماجستير ولا ناخد دكتوراه في ال AI وفي how to use AI in our lives. فهمتيني شي حاجة مهيبة زعما فهمتيني. اوكي وجاوبتي على هاد السؤال وقول مع راسك ومن بعد وها انا حققت هاد الهدف. دين وات شنو زعما واش خصني نحط شي حلم جديد خصني نحط شي هدف جديد عاوتاني. هاد النقطة مهمة باش تعرف القيمة ديال داك الهدف ولا كيفاش فهمتيني باش فريمون تعرف شنو غادي يجي عاوتاني من بعد. أم اوكي دابا غادي نقول الرأي ديالي المحترم. والحاجة اللي كنآمن بها ولا اللي فريمون كنآمن بها بزاف هو أن الغاية هو أنك نوصل الله والغاية ديالنا هي الآخرة. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ف شي حاجة كبيرة بزاف أنك تكون الغاية ديالك هو الله هو أن كتلاقى مع الله الذي خلق هذا الكون كامل اللي شفنا فيه غير شوية وما شفناش زعما بزاف ديال الحوايج. أم، تخيلوا معايا الاخوان غير ملي كيقولوا لك مثلا غدا غادي تلاقى مع شاف دو بروجي ماشي شاف دو بروجي يعني نقول نختاروا شي حاجه شويه مثلا ميسي مثلا ماشي واحد بالنسبه لك انت قدوه ولا شي حاجه كبيره بزاف تقدر ما تنعسش ديك الليله وانت فرحان ومستريسي وما عرفتش. فالاخوان تخيلوا معايا ولو للحظه انك تلاقى مع الله اللي خلقك نتايا بداك لي ديتاي ديالك بداك الاعضاء بداك الهرمونات بداك الجماليه ديالك وخلق هذا الكون كامل بهاد التناسق وبهاد الدقه. تخيل تلاقى معاه صاحبي ايماجين راه unbelievable. المهم شي حاجه زعما انا ما كن صراحه انا فهمتينا كنحاول نجتهد باش انني فريمون نذوق الايمان بالله عز وجل نذوق ان يكون الغاية ديالي هو الله عز وجل وبس فهمتيني ما تجيش شي ديستراكشن اللي دغيا تخليني فهمتيني يولي الهدف ديالي هو الدنيا. صراحه انا كنلقى راسي كنجاهد بزاف مع الدنيا فغيمون انا صراحه عندي الصوت دابا هضرت على السوشيال ميديا راه انا كنسكروي في السوشيال ميديا بعض المرات راه كنشوف داك الطوموبيله اللي كنحلم بها مثلا شي دريم كار كنصافي كنسى استغفر الله العظيم كنسى الله يا ربي تسمح لي كتولي الجول ديالي هو ندير داك الطوموبيل فهمتيني كيولي هذا هو الفوكس ديالي كنبدا نحلم راني راكب على داك الكار كذا. مي هاد الامور زعما فريمون صغار بزاف الاخوان فريمون والله حتى صغار بزاف. ف الطريق صراحة ماشي سهلة جدا. ولكن آه الواحد خصو يدير مجهود. خصو يدير مجهود باش انه تكون الهم ديالو الوحيد هي الآخرة وهي الجنة. ومنين كيكون هذا هو الغاية ديالك ففريمون كيتحدوا الافعال ديالك في هذه الحياة حيتاش من طبيعة الحال ملي كنقولوا شنو هي الغاية كيجي موراها الوغ الا كانت الغاية ديالك مثلا تجيب 20 في هاد السنة هذا في الافعال اللي خصك دير هو انك خصك تنوض وتخدم وتراجع وخصك تراجع هاد المادة وما تراجعش هاد المادة فكتحدد زعما الافعال ديالك وكتحدد المنهج ديالك. فمنين تيكون الغاية ديالك هو الله عز وجل حتى الحياة ديالك كيتحدد بواحد الطريقة زعما واضحة. وداك الشي باين تيكون الحلال بين والحرام بين فكيتحدد داك المنهج ديالك وكتكون غادي فواحد الطريق واضحة. كتكون غادي بالنور ديال الله عز وجل ف كتكون زعما عندك واحد الحياة مطمئنة جدا فهمتيني. فأي حاجة كتجيك فكتكون راضي أنها كتكون راضي بالقضاء والقدر أي حاجة جات من الله عز وجل وكتكمل في المسيرة ديالك. وكتلاحظ سبحان الله زعما ملي كيكون الهدف ديالك هو الله عز وجل حتى الموت ما كيبقاش عنده واحد المعنى ديال النهاية ديال هذه الحياة بل كتكون بالنسبة لك الموت غير مرحلة من هاد الحياة هذه. بينما إلا كانت الغاية ديالك
هو الدنيا، فغادي تكون الموت هي النهاية بالنسبة ليك، حيت صافي من غادي تموت راه صافي، راه ما بقى والو، راه صافي سالات الدنيا وراه ما غاديش تجي شي دنيا واحدة أخرى. ف فريمون خصنا نجتهدوا في هاد الحياة ديالنا، ونتمنى التوفيق لجميع المسلمين والمسلمات. صراحة كان هذا هو البودكاست الصغير، نتمنى يكون عجبكم، وإلى اللقاء، نتلاقاو في شي بودكاست واحد آخر إن شاء الله.